عمرك شُفت صورة خلّتك تشُك إنك تعرف العربية دي؟ أنا حصل معايا كده بالضبط. واحد صاحبي باعت لي صورة وقال لي: "دي صني جديدة ولسه صورها متسربة." قُلت له: "استنى بس شوية، لو دي صني فعلًا تبقى صني كبرت وعِلِت." أنا أحمد فرج ودي قناة قهوة السيارات، والنهارده إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن نيسان صني الجديدة كليًا موديل 2027 واللي صورها اتسربت قبل الإعلان الرسمي. الأول كده هي ليه صني مهمة أصلًا؟ خلّينا نرجع خطوة لورا. صني مش أي عربية، دي من أكتر العربيات مبيعًا في مصر وفي دول كتير جدًا، وفي أمريكا اسمها إيه، اسمها نيسان فيرسا، وبتاخد لقب أرخص سيدان جديدة هناك، يعني أي تغيير فيها بيهم ملايين الناس. إيه بقى قصة التسريب اللي حصل؟ نيسان أعلنت قبل كده إنها شغالة على جيل جديد من صني، وشُفنا صور تشويقية وتوقعات، لكن اللي حصل إن صور واضحة جدًا اتسربت أثناء جلسة تصوير رسمية. وباين من الصور دي إنها جاية من السوق الأمريكي. التصميم الجديد بقى جاي إزاي؟ أول ما تبُص من قدّام تحس إن صني بقت رياضية أكتر، فوانيس LED جديدة مدمجة في الصاج، إضاءة نهارية كبيرة فوق، شبكة أمامية ضخمة ولمسات كروم، يعني باختصار مش عربية شكلها اقتصادي وخلاص، لأ دي كمان رياضية. ولو جيت تبُص من الجنب هتقول استنى، أنا شُفت الخط ده قبل كده. وده حقيقي، الجوانب شبه الجيل الحالي، وده معناه إن نيسان حافظت على نفس قاعدة البناء، بس عملت facelift تقيل زي اللي بتعمله تويوتا دلوقتي. العربية من ورا شكلها اتغير أكتر، فوانيس جديدة مع شريط إضاءة كامل بعرض العربية وكلمة فيرسا في النص، وصادم خلفي شكله رياضي ولمسات باللون الأسود. بالنسبة للصالون لحد دلوقتي ما فيش صور طلعت للصالون، بس من المتوقع هيكون في شاشة عداد رقمية، شاشة وسطية أحدث، خامات أحسن، وتجهيزات أمان أحدث من نيسان. وبالنسبة للمحرك المتوقع إنه يفضل زي الموجود حاليًا مع شوية تحسينات وفتيس CVT وجر أمامي. السؤال المهم بقى، هل صني الجديدة دي هتشوف مصر؟ لحد دلوقتي نيسان بتقول لك لأ، صني N17 مكملة وما فيش نية لتغييرها، يعني لسه هنستنى. في الختام بقى، أنت شايف إن صني الجديدة دي تستاهل تنزل مصر والّا السعر هيبقى مشكلة كبيرة؟ اكتب لي رأيك، ولو أنت حابب أخبار العربيات اعمل لي لايك وسبسكرايب.